بيبدأ الفيلم بقصة موجزة عن قصة كليوباترا وأنطونيو في العصر المصري القديم وهم في يوم زفافهم. أنطونيو قدم لكليوباترا 3 بيضات ذهبية مطلية بالجواهر كرمز الحب ليها، وبعد موتهم تم اختفاء البيض ده لعدة قرون، فالناس اعتقدت إنها مجرد أساطير، ولكن تم اكتشاف بيضتين من أحد المزارعين بعد كده، والبيضة الثالثة فضلت مختفية لحد الوقت الحاضر. وبعدها بيظهر شخص كان بيشتغل على نسخة طبق الأصل من إحدى البيضات، وبعدها بتنتقل بينا الأحداث لمدينة روما، وبنشوف العميل الخاص جون هارتلي وهو رايح متحف، وده علشان بيبحث عن لص فني مطلوب واسمه نولان بوث، وده بعد ما حصل على معلومات من مصدر معروف انه هيسرق البيضة الثالثة النهارده. وبعدها مدير المتحف خدهم الى احد بيض كليوباترا المعروض، وده كان قدام حشد كبير من السياح. وبعدها بيقوم هارتلي بقراءة حرارية للبيضة وبيستخدم كنزاية بيبس، وبيكشف ان البيضة المعروضة دي مزيفة، فبيؤمر فورا بغلق الابواب. وبعدها بيجري نولان علشان يهرب، فبيجري وراه هارتلي علشان يمسكه، لكن الباب بيقفل عليه. وبعد مطاردة من الحراس هارتلي بيقفش نولان، لكن نولان بيغفله وبيهرب منه تاني. وبعد ايام يا صديقي بنروح لمنطقة بالي، وبيروح هارتلي لنولان في بيته وبيقول له انت فاكرني مش هعرف اجيبك؟ ده انا هارتلي يالا. وقال له انت لسه محترف جدا من صغرك وعجبتني، ده حتى انت سرقت لوحة عالمية لواحدة ست لابسة طاقية حمراء. قال له انا ده انا غلبان. قام بص جنبه لقى اللوحة، يعني حرامي وكمان غبي بس. وبعدها بيؤمر القوات باعتقاله وتأمين البيضة، لكن بيحصل حاجة غريبة، وواحد من القوات بيبدل البيضة الأصلية بواحدة مزيفة. وبعدها بيرجع هارتلي لروما وبيلاقي المحققة داس جيالو، وبتكون جايبه له البيضة معاها، فبتقول له البيضة دي مزيفة، وبتقول له كمان انه تم ارسال تحويل الكتروني بقيمة 8 مليون دولار لحساب مصرفي سويسري باسمك يا هارتلي، وده اللي بيخليها تشك فيه انه شريك في الجريمة على الرغم من انه بيبرأ نفسه. لكن المحققة داس بتقوم باعتقاله، وبيتم ارسال هارتلي الى سجن روسي. وبالصدفة كمان يا صديقي بيلاقي نولان في الزنزانة معاه، وبعدها نولان بيقعد مع هارتلي وبيقول له ان في ملياردير مصري عايز ال3 بيضات، وده علشان يديهم هدية لبنته في حفل زفافها، وكل ده مقابل 300 مليون دولار. فهارتلي قال له هنجيب منين بقى البيض ده؟ نولان قال له انه يعرف مكان البيضة الثالثة، وقال له ان البيضة الثانية موجودة مع تاجر اسلحة دولي معروف باسم سوتو، وقال له ان فرصة سرقها هتكون في احدى حفلاته الشهيرة. ها ايه رأيك نهرب ونسرقها؟ فهارتلي ساعتها ما وافقش، فنولان قام وفضحه وسط السجان وقال للمجرمين ان الراجل ده شرطي وموجود معانا في قلب السجن. فواحد من المجرمين قام وقال له عايز تتضرب بالراحه ولا جامد؟ قال له لا انا تعبان دلوقتي، خلاه يوم تاني. قام المجرم ضربه وقال له انت هتهزر معايا يالا. وبعدها بيجي زياره لهارتلي ونولان، والزياره دي بتكون من واحده، وبيبان انها الوكيل السري اللي بدلت البيضه الاصليه بالمزيفه، وهي كمان اللي حبست هارتلي بقصد. وقالت كمان انها هي اللي حولت الاموال الى حساب باسم هارتلي، وقالت انها بتعمل على انها تصبح اللص الفني الاول في العالم بعد نولان. وبعدها بتقول لهم انها هتلاقي البيضه الثانيه كمان شويه، وكمان عرضت على نولان وقالت له انها عارفه انه يعرف مكان البيضه الثالثه، وبتقول له لو ساعدتني هديك 10% من العمليه. لكن نولان بيرفض انه يقول لها حاجه، فامرت الحراس بانهم يكلفوهم بالاعمال الشقه. وبعد ما بيخلصوا الاشغال الشقه هارتلي بيبدا يتحفز للهروب مع نولان لانه ما بقاش مستحمل القصص دي، وبيقول لنولان عندك خطه للهروب؟ قال له عيب عليك، الخطه في دماغي وكله بوقته. وبيستغل هارتلي وقته مع نولان في زنزانتهم، وبيساله عن والده باستغراب، وبيقول له مش انت والدك كان ضابط للشرطه السويسريه؟ انت بقى طلعت مجرم لمين؟ فنولان بيقول له ان والده كان غبي وكان بيهتم بشغله اكتر ما بيهتم بيا، وكان بيحب الساعه بتاعته اكتر من اي حد، وفي يوم الساعه دي ضاعت وشك فيا اني سرقتها، ومن ساعتها والدي ما بيتكلمش معايا لمده سنه لحد ما اكتشف انها ضايعه ورا المكتبه. ومن بعدها يا صديقي بداوا في خطه هروبهم من السجن، ونولان بيرمي قطعه من الصابون في محلول تنظيف وبعدها بيرميها في آلة وبتعمل انفجار قوي، وساعتها بتحصل فوضى في السجن، والاتنين بيجروا لسطح السجن علشان يوصلوا للهليكوبتر اللي نولان مخطط يهربوا بيها، ولكن الحراس بيضربوا نار عليهم وبيستخبوا منهم. وبعدها نولان بيطلع جري على الهليكوبتر وبيشغلها، وهارتلي بيكون جاي جري وراه، ولكن الحراس بيدمروا الجسر اللي بيجري عليه، وهارتلي كان ساعتها هيروح فيها، لكن نولان بيلف الهليكوبتر وبيشغل الرشاش عليهم وبيشتتهم علشان يخلع، بس هارتلي قام جري بسرعه عليه قبل ما يهرب ويسيبه، والاتنين بيهربوا بنجاح. وبعدها يا صديقي بنتجه للندن، والواحده اللي احنا شفناها في زياره السجن بنلاقيها راحت لواحد وكتفته واستخدمت الكمبيوتر الخاص بيه وبعتت للمحققه داس رساله، وهي ان هارتلي ونولان هربوا من السجن، وده بالاضافه الى دعوه لحضور حفل سوتو فوس الساعه 8. وبعد كده بتمشي بعد مناوشات كتير، وبنروح بعدها لهارتلي ونولان واللي صاحب نولان بيستضيفهم في بيته، وبعدها بياخدهم على طياره على مكان سوتو فوس، وده علشان سرقه البيضه من الحفله. وكمان بنعرف ان البيضه دي هيكون عليها حراسه مشدده من كل حته، ده غير ان سوتو ده تاجر سلاح، فكل شبر
في الحفله هيبقى فيه حراس. وبعدها نولان بيجي لهم بخطه علشان يوصلوا لخزنه صوته الصعبه واللي ما بتتفتحش الا باستخدام بصمه الابهام وبرنامج التعرف على الوجه. فهارتلي قال له طب وهنفتحها ازاي دلوقتي؟ ما تعصبناش. قال له عيب عليك بقى ما تصغرناش. فقال له انا هستخدم تقنيتي الخاصه وهي التزيف العميق. وادي وش صوته اهو يا عم، ايه رايك؟ باين في التليفون ولا مش باين؟ وكمان في حاجه، في رمز مكون من 12 رمز بيتغير كل شويه محتاجينه، والرقم ده في تليفون صوته ولازم نسرقه علشان البصمه برضه. دماغ الماس دي يا برنس. وبعدها الرجاله بتوصل للحفله بلبس تنكر وبيلاقوا بيشوب اللي بتدور على البيضات هي كمان. فهارتلي بيروح لها وبيرقص معاها وكمان بيفضل يغيظها انه هرب من السجن. فبيجي ساعتها سوتو وبيغير من هارتلي انه بيرقص معاها وهو لا. فهارتلي بيقول له خدها يا باشا وارقص دي حفلتك، وبيقوم سايبه وخابط فيه من غير قصد. وسوتو ساعتها بيعديها من غير مشاكل، ولكن هو في اللحظه دي كان سرق التليفون بتاعه اللي هينفذوا بيه المهمه. وبعدها الاتنين بيروحوا لحد الخزنه وبيفتحوها، لكن قبل ما يدخلوا بتجيلهم المحققه وبتثبتهم بالسلاح وبتقول لهارتلي انت فعلا لو بريء اعتقل صاحبك. قال لها انا بريء وده مش صاحبي، ده اخويا يا محققه. وقام ضاربها وداخلين بسرعه لجوه، ولكن بيتفاجئوا لما بيشوفوا بيشوب جوه مستنيهم وبيبداوا يتعاركوا معاها، لكن هي بتروقهم وبتكلبشهم. وبعدها بيجي سوتو وبيبان ان بيشوب وسوتو بيشتغلوا مع بعض وبيفضلوا يضربوهم وبياخدوهم اسرى المكان علشان يعرفوا مكان البيضه الثالثه. وبيشوب بتفضل تعذب هارتلي بالكابلات الكهربائيه علشان يعرفوا مكان وجود البيضه الثالثه، وكمان سوتو بيفضل يخنق فيه. وفضلوا في الوضع ده لحد ما نولان اتكلم وقال ان البيضه موجوده في هرم في القاهره. وبعد كده بيشوب وسوتو بيشربوا استغفر الله يعني احتفالا بان هيلاقوا البيضه الاخيره، لكن بيشوب الغداره كانت حاطه له حاجه في المشروب وسوتو بيقع مغمى عليه، وهي بتقوم واخده الشنطه وهربانه على مكان البيضه الثالثه وقالت لهم سلام يا مغفلين. وبعدها سوتو بيفوق شويه وبيكون بيعاني من ضعف في الرؤيه، وبعدها بيضرب نار عليهم علشان بيفتكر انهم هم اللي غدروا بيه، لكن مسدسه بيفضى وهارتلي ساعتها بيفك نفسه وبيضربه وبيفك نولان وبيهربوا. بعدها بيطلعوا بيلاقوا نفسهم في ساحه تور، لكن بيكملوا جري لحد ما بيخرجوا. وبعدها الاتنين بيركبوا القطر، وهم في القطر نولان اعترف بانه كذب عليهم وان مكان البيضه الثالثه اللي قال لهم عليها ده غلط. وهارتلي ساعتها اتعصب وكان هيرميه من القطر، لكن هدي ورجع في كلامه. بعد كده نولان بيحكي له عن مكان البيضه الثالثه وان البيضه الثالثه كانت موجوده عند جامع فنون يدعى باسم رودولف زيش في الارجنتين، وان الساعه اللي كان بيحبها والده هي المفتاح اللي هيوصلنا للبيضه الثالثه. فبيقوموا طالعين على الارجنتين وبيتبعوا الخريطه اللي كانت معاهم لحد ما بيوصلوا للحته اللي الخريطه بتوضح فيها مكان البيضه الثالثه، وبينزلوا تحت وبيفتح الباب بتاع المكان بالساعه بتاعه والده وبيلاقوا كنوز واثار كتيره محطوطه تحت. وبعدها نولان بيجيب البيضه، لكن في الوقت ده بيحصل مفاجاه وبيشوب بتيجي، وبعدها المحققه بتيجي بالحراس وبتحصل مطارده قويه ما بينهم، وبيكون كل واحد فيهم راكب عربيه قديمه من اللي موجوده، وبتفضل المحققه تطاردهم لحد ما بينطوا بالعربيه في شلال وبيغطسوا فيه. وبعدها بيطلع نولان بالبيضه على الشط وهارتلي وبيشوب بيطلعوا بعده، ولما بيقعدوا مع بعض نولان بيكتشف ان هارتلي وبيشوب بيحبوا بعض وشركاء، وكمان كانوا متفقين مع بعض على سرقه الثلاث بيضات من الاول، وانهم كانوا بيضحكوا عليه من بدري علشان يوصلهم لباقي البيض. وبيقوموا واخدين البيضه منه وبيربطوه في الشجره وبيسيبوه وبيمشوا. وبعدها بيوصلوا القاهره علشان يبيعوا الثلاث بيضات للملياردير المصري، وده كان مقابل 300 مليون دولار، وده علشان الملياردير يقدمها هديه لبنته في حفل زفافها. لكن الفرحه ما بتكملش والمحققه بتيجي وبتقبض على الملياردير وبتتحفظ على البيضات. وبعدها هارتلي وبيشوب بيضحكوا وبيمشوا في سكات، وبعد 6 شهور بنلاقي هارتلي وبيشوب بيستجموا في مركب في البحر، وبيتفاجئوا بوجود نولان على المركب وقام قايل لهم انا مش زعلان على الغدر اللي عملتوه فيا، بالعكس انا اللي مشفق عليكم. فاكرين لما سبتوني ومشيتوا؟ المحققه جات لي وفكتني وكانت هتوديني سجن بعيد، ولكني برع في الهروب وانت عارف وهربت منهم. وبعدها اتصلت على المحققه داس وقلت لها على الحساب اللي حولته عليه الفلوس، وقامت ساحبه كل الفلوس، حتى بص انتوا دلوقتي مفلسين، ايه رايك فيها؟ فهارتلي قال له انت عايز ايه دلوقتي؟ قال له هنسرق سرقه احنا الثلاثه وهتبقى 3 اضعاف سرقه البيضات. هارتلي قال له بطلناها الشغلانه دي، لكن بيشوب قالت له احنا دلوقتي مفلسين والمحققه زمانها جايه تقبض علينا، فنص العمى ولا العمى كله يا حبي. فقامت قايله نولان احنا موافقين. وبعدها المحققه بتوصل بس مش بتلاقيهم، فبتقوم رايحه لمكتبها وبتبلغ لجميع الجهات والمطارات ان ال3 حراميه دول واخدين الشريطه الحمراء، وده معناها انهم مجرمين دوليين خطر، وال3 بيكونوا سافروا باريس على متحف اللوفر علشان السرقه الكبيره. وبس يا صديقي، هنا بينتهي فيلمنا، اتمنى تكون استمتعتوا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.